النهارده رسميا لجنة المسابقات في رابطة الأندية اعتمدت مباريات الجولة السابعة والأخيرة في مجموعة تحديد بطل الدوري الممتاز. الماتشات كلها هتتلعب مساء 20 مايو 20 مايو بثلاث ماتشات كلها الساعة 8 مساء في توقيت واحد. وهيبقى في تعليمات صارمة للحكام، مش بس يبدأوا المباريات كلها في توقيت واحد، لا، يبدأوا الشوط الثاني كمان في توقيت واحد. يعني لو حكم عطى 6 دقايق وقت بدل ضيع في الشوط الأول وحكم عطى دقيقة واحدة، لازم الحكم اللي عطى دقيقة واحدة يستنى ما يبدأش الشوط الثاني غير في نفس اللحظة اللي يبدأ فيها الثاني اللي عطى 6 دقايق. وهنا مراقبين المباراة هيبقوا كلهم واقفين على خط التماس ورافعين ايديهم كده للحكم، واول ما يعمل ايده يبقى هناك بدأ وهناك بدأ، ابدأ انت كمان، يبقى كله يبدأ علشان نراعي اعلى درجة من الحياد. في برج العرب الاهلي مع المصري، في استاد القاهرة الزمالك مع سيراميكا، في استاد الدفاع الجوي بيراميدز مع سموحة. مباريات الثلاثة بحكام مصريين. اوعوا تصدقوا الدوشة والكذب والضلال اللي طالع من نادي الزمالك ان هم هيطلبوا حكام اجانب على نفقة ممدوح عباس. بأؤكد لكم ان الكلام ده كلام كذب وكلام فارغ، واتحاد الكرة اعلن رسميا النهاردة انه ما وصلوش ولا جواب وما وصلوش ولا اتصال وما وصلوش ولا كلمة بشأن طلب الزمالك لحكام اجانب. الزمالك وبكل الوضوح هو اكتر نادي فرحان بالحكام المصريين، هو الاسعد وهو الاوحد في بر مصر كلها بحكامنا المصريين. وماتش الزمالك وسيراميكا الحكم محمود ناجي الزمالك او محمد معروف، ومش هيخرج من الاتنين دول ابدا ابدا ابدا. اكتبوا ورايا محمود ناجي الزمالك ومحمد معروف. بمناسبة الحكام، شريف حازم امبارح لاعب الاهلي السابق قال كلمة من الطف تتحط في التاريخ. قال لك احنا نعرف في الدوري العام في فرق بتكسب لثبات التشكيل، انما السنة دي الزمالك كسب لثبات طاقم الحكام في مباريات.